طبعا أكثر خبر متداول اليوم ومؤلم هو وفاة المرجع الديني العالم والفقيه والأستاذ الشيخ محمد إسحاق الفياض. إذا ما تعرف المرجع الفياض هاي كم معلومة عنه. الشيخ الفياض من مواليد 1930 في أفغانستان، وبعدها هاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلم، وصار من كبار الأساتذة والمراجع في النجف. ومن أبرز أساتذته اللي درس عندهم هو المرجع الكبير أبو القاسم الخوئي، وهو من أبرز المراجع الأربعة في النجف الأشرف في الحقبة الأخيرة. وتخيل أمضى أكثر من 40 سنة بالتدريس، درس عنده عدد كلش كبير من طلبة العلم مثل السيد محمد رضا ابن السيد السيستاني، ومثل سيد مقتدى ابن السيد الصدر. والمرجع الفياض رحمه الله ما خلص بس بالتدريس، عنده عدد كلش كبير من المؤلفات، وكان معروف بسلميته دائما، ويدعو إلى الاستقرار الاجتماعي ونبذ الطائفية، حتى توفي اليوم رحمه الله هو بعمر 96 سنة بجهاد العلم. فلا تنسوا هيك شخصية عظيمة من الدعاء وقراءة سورة الفاتحة. أتمنى استفادتوا من هذا الفيديو ولو معلومة بسيطة. شاركوا ويا غيرك وخليه همنا يستفاد. أشوفكم فيديوهات أخرى ومع السلامة.